أهلا وسهلا ومرحبا بكن وبكم في حلقة جديدة من حلقات قصص وملفات جرائم مغربية. جريمة اليوم هي واحدة من أكثر الجرائم خطورة، لأنه لما كيتعلق الأمر بجريمة كتنفذها أنت كتكون طبعا الكارثة، وهذا ما يشهد به علماء وأساتذة علم الجريمة. وهذه القصة وهذه الجريمة كانت لمرأة منقبة استهدفت النساء من أجل زهق أرواحهم. وبدون إطالة عليكم مشاهدينا الكرام، ندخل في تفاصيل وأطوار جريمة اليوم. في سنة 1988 بمدينة الدار البيضاء، في واحد الليلة البوليس وكالعادة ديالهم كيديروا الدوريات ديالهم في الشارع العام. في واحد اللحظة كيلقاو واحد الحشد وواحد تجمع بشري كبير. اقتربوا منهم كيلقاوهم مجموعين على واحد الجثة مغلفة بغطاء، يعني واحد المانطة، وهاد المانطة مربوطة بأسلاك كهربائية. هنا البوليس شعروا الدائرة الأمنية الثالثة بالأمر، وبعد إشعار النيابة العامة بالأمر كذلك غتنتقل وحدة الشرطة القضائية مرفوقة بفريق تقني ومسرح الجريمة لعين المكان، وكيلقاو بالفعل الجثة ديال الشابة تقريبا في عمر 18 أو 19 سنة ملفوفة في واحد المنطقة. فتحوا هذيك المنطقة وحيدوا هذوك الأسلاك الكهربائية اللي كانت مربوطة بهم هاد الجثة اللي كانت أسلاك كهربائية زرقاء اللون. كيلقاو البنت مضروبة للرأس ديالها بواسطة شي عصا خشبية من خلال خروج الدم من الأنف والفم ديالها، لأنه كيف قلت شحال من مرة بأن الضربة للرأس بعصا خشبية كتسبب نزيف داخلي، وبالتالي كيكون الدم اللي كيخرج من الأنف والفم. هادشي اللي تيصرحوا به أطباء الطب الشرعي. حاولوا تقني مسرح الجريمة يعثروا على شي حاجة بجنب الضحية اللي تفيد في البحث، ولكن مع الأسف ما لقاو حتى شي حاجة. نقلوا الجثة لمستودع الأموات. التشريح الطبي لهذه الجثة كيقول فيه الطبيب الشرعي في التقرير ديالو بأن الضحية اختات أكثر من ضربة للرأس ديالها، لدرجة أن الجمجمة تعرضت لواحد درجة كبيرة من الكسر، أي أن القاتل سدد عدة طعنات وعدة ضربات للرأس ديال الضحية. حاولوا البوليس ياخذوا من الضحية البصمات ديالها باش يحددوا الهوية ديالها، ولكن هنا كانت الصدمة. والغريب في هذه القضية هو أن الضحية الأصابع ديالها تم مسح البصمات ديالهم، أي أن القاتل لما قتل الضحية حاول يخفي البصمات ديالها باش ما تعرفش شكون هي وما يقدروش البوليس يحددوا الهوية ديالها، وبالتالي البوليس غيلقاو عرقلة كبيرة في البحث. وبالفعل استعصى الأمر على فريق البحث وعلى المحققين في تحديد الهوية ديال هذه الشابة، ودازت على هذه القضية 19 يوم بالتمام والكمال. أي أن اكتشاف هذه الجثة كان نهار 7 أبريل 1988، ونهار 26 أبريل من نفس السنة غادي يعثروا البوليس على جثة امرأة في عمر تقريبا 34 سنة بشاطئ عين دياب. وهذه المرة البوليس رجحوا بأن هذه الجثة ديال هذه المرأة ربما كانت غارقة في البحر وعاد لها حل البحر. خداو البوليس البصمات ديالها وخداو صور للجثة ونقلوها لمستودع الأموات. البصمات ديال هاد الجثة وديال هاد الضحية غتكشف على الهوية ديالها، والاسم ديالها هو ربيعة لبان من مواليد 1954، أي أنه في حدود سنة 1988 كان في العمر ديالها 34 سنة. هاد البنت كانت من ساكنة المحمدية. انتقلوا للبوليس مدينة المحمدية وتوصلوا لعنوان السكن ديال هاد الضحية اللي كيقولوا والديها بأنها راه مشات البارح للدار البيضاء عند اختها. وهنا غيرجعوا البوليس للدار البيضاء عند خت الضحية اللي كتقول بأنه ختها راه ما جاتش عندها نهائيا. هنا البوليس رجحوا بأن الضحية بما أنهم لقاوها بجنب البحر والجسم ديالها والملابس ديالها مبللة، قالوا ربما كانت غارقة في البحر. ولكن شهر أبريل ماشي وقت البحر، إذا رجحوا البوليس بأنه ربما
تكون هاد البنت انتحرات، ولكن تقرير الطبيب الشرعي غادي ينفي هاد القضيه بعد ما قال لهم بان الضحيه سبب الوفاه ديالها هو ضربه للراس، وكانت ضربه قويه وقاتله. وكيضيف الطبيب الشرعي بان الجثه ما تعرضتش للغرق لان الطبيب ما لقاش ماء البحر في المعده ديالها. وفي هذا الاطار نبغي نشير لواحد النقطه مهمه جدا، هي ان الطبيب كيعرف الجثه اللي ماتت غرقا والجثه اللي ما ماتتش غرقا، من خلال ان الجثه اللي كتموت غارقه كيلقاو في المعده ديالها ماء البحر، والجثه اللي ما ماتتش غارقه ما كتشربش نهائيا الماء ديال البحر. دونك هنا البوليس وضحت عندهم الصوره في هذه القضيه، وبان الضحيه ما تعرضتش للانتحار وما تعرضتش للغرق، وبان القاتل اللي قتلها رماها في البحر من اجل تمويه الشرطه ويبين لهم بان الضحيه ماتت غارقه. البوليس التحريات والابحاث اللي داروا في هذه القضيه حتى هي كانت بدون نتيجه. ولكن في العام الموالي اي في سنه 1989 وبالضبط نهار 13 يناير غادي يتم العثور على جثه اخرى في مطرح النفايات بالحي المحمدي، وحتى هذه الجثه كانت لشابه في عمر تقريبا 28 سنه، وحتى هي بعد ما خضعوا الجثه ديالها للتشريح الطبي غادي يصرح لهم الطبيب الشرعي في التقرير بان الضحيه خدات حتى هي ضربه قاتله للراس ديالها وكانت هي سبب الوفاه. هنا البوليس غيستنتجوا واحد القضيه، هي ان هاد الضحايا كاملين كانوا نساء، وان طريقه القتل كانت طريقه موحده، اي ان هاد النساء بثلاثه كيتقتلوا بسبب الضرب للراس. فاحتمال كبير ان القاتل ديال هاد النساء يكون هو نفس القاتل. ولكن اللي ثار انتباه البوليس في هاد القضيه هو ان القاتل عنده شي وسيله اللي كيتنقل بها بمدينه الدار البيضاء وكيرمي الجثث. والدليل على ذلك هو ان الجثه الاولى كانت بحي لا جيروند، والجثه الثانيه كانت بشاطئ عين الدياب، والجثه الثالثه كانت بالحي المحمدي. اذا القاتل كيتجول بمدينه الدار البيضاء وعنده شي وسيله نقل اللي كيتنقل بها. ولكن كاينه واحد القضيه اخرى غادي ينتبهوا ليها المحققين، هي ان الجثه الاولى كانوا ممسوحين لها البصمات ديال يديها، ولكن الجثه الثانيه والثالثه كانوا البصمات ديالهم طبيعيين، اي ان القاتل ما حاولش يمسح البصمات ديال الجثه الثانيه والثالثه. ولكن علاش غادي يكون مسح البصمات ديال الجثه الاولى؟ وهنا من الفطنه والنباهه ديال البوليس وديال المحققين في هذه القضيه، قالوا بما ان القاتل مسح البصمات ديال الجثه الاولى وما حاولش يمسح البصمات ديال الجثه الثانيه والثالثه، اذا فاحتمال كبير ان القاتل كان على معرفه كبيره بالضحيه الاولى، والا علاش غادي يكون مسح البصمات ديالها وما مسحش البصمات ديال الجثه الثانيه والثالثه؟ دونك هنا البوليس غادي تولي عندهم معطيات كثيره على هاد الضحايا وطريقه القتل، وغادي يتجدد البحث مره اخرى في هاد القضايا، وغادي يبدا البحث انطلاقا من الجثه الاولى. حاولوا البوليس يديروا اللي في جهدهم باش يحددوا الهويه ديال الضحيه الاولى، ووزعوا الصور ديالها على جميع المخافر، مخافر الامن والدرك الملكي والقيادات والجماعات الترابيه. وهنا غادي توقع واحد القضيه مفاجئه. واحد السيده في واحد الجامعه قرويه بمدينه سيدي بنور شافت هذيك الصوره ديال هذيك البنت وقالت لهم سيدي هاد البنت راها بنت اختي. تخبروا الدرك الملكي ديال مدينه سيدي بنور بهذه القضيه، وخداو هاد السيده اللي كتقول بان هاد البنت اللي في الصوره راها بنت اختي، وتوصلوا من خلالها الوالدين ديال الضحيه ديال هاد البنت ورسلوهم لمدينه الدار البيضاء لعند البوليس اللي مكلفين بالبحث في هذه القضيه. وبالفعل سولوهم البوليس قالوا لهم واش هاد البنت اللي في هاد الصوره بنتكم؟ كيقولوا سيدي بنتنا. وخبروهم البوليس بان هاد البنت راه لقاوها دابا تقريبا اكثر من 6 شهور مقتوله هنا في الدار البيضاء. قالوا لهم سيدي حنا كلنا خلينا عند واحد السيده بنت عمتها هنا في الدار البيضاء، وهاد بنت عمتها راه كانت عايشه برا، ولما توفى الزوج ديالها دخلت المغرب. قالوا لهم البوليس وشحال باش ما بقيتوش شفتوا بنتكم؟ كيقولوا سيدي هذه مده تقريبا 8 شهور تقريبا. وكيقولوا بان هذيك بنت عمتها قالت لهم سيدي بان بنتكم راه هربت مع واحد الولد من الدار، وبانه كان كيجي عندها هاد الشاب كان كيجي عندها حدا الدار، وبانه راه هو اللي هربت معاه. غريبه القضيه.
قال لهم البوليس وعلاش ما ديكلاريتوش؟ كيقولوا سيدي حنا ما عارفينش سيدي، وحنا على قد الحال. غريب بحال هاد الناس سبحان الله اللي مازال عدد منهم كثير في المجتمع ديالنا مع الاسف، ناس جهلاء بالقانون، ناس على قد الحال. ولكن هنا غادي ينتقلوا البوليس ومعاهم والدين هاد البنت لدار هذيك بنت عمتها، كيلقاوها امراه منقبه ساكنه في واحد الفيلا بالوزيز. دخلوا عندها البوليس قالوا لها هاد البنت كانت جالسه عندك؟ قالت لهم سيدي كانت جالسه عندي. وكيذكر السي كمال الخلفي اللي حرر هاد المسطره وهو الضابط اللي شرف على التحقيق في هاد القضايا، كيقول بانه لما دخلوا عند هاد السيده كانت منقبه، وبعد ما طلبوا منها تزول النقاب ديالها رفضات رفض تام، واحتجات عليهم باسم الدين والسنه، فخلاوها البوليس على خاطرها وكملوا معها الاسئله. قالوا ليها واش هاد البنت كانت جالسه عندك؟ قالت لهم سيدي كانت جالسه عندي. وبدون سابق انذار قالت لهم ودي راه كان كيجي عندها واحد الشاب، وكل مره كنت كنهضر معاها وكنصحها كنقول لها انت راك باقا صغيره وهذاك الولد ما تبقايش تخرجي عنده، وكنت كنهددها كنقول لها راه لا بقيتي خرجتي عنده غادي نرجعك لداركم. ولكن هي واحد الصباح فقت لقيتها هزات الصاك ديالها وهربات. هنا قالوا لها البوليس ورينا البيت اللي كانت كتنعس فيه هاد البنت، وراتهم واحد البيت. وهنا شنو غادي يوقع؟ واحد البوليسي انتبه لواحد المنطقه كاينه في هذاك البيت، هذاك بيت النعاس اللي كتنعس فيه هذيك البنت، وهاد المنطقه هي نفس المنطقه اللي لقاو ملفوفه فيها الجثه ديال هاد البنت. هنا البوليس خبروا نائب وكيل الملك بهاد القضيه وبان هاد السيده يشتبه في الامر ديالها، وعطاهم تعليمات وعطاهم امر بالبحث المعمق في هاد القضيه مع هاد السيده. وبداو البوليس كيقلبوا هنا وهنا. في واحد اللحظه هبطوا لهذاك لاكاب، كيلقاو تحت الدروج واحد السلك كهربائي اللي هو نفس اللون ديال السلك اللي تربطات به الجثه ديال هذيك البنت اللي كان اللون ديالو ازرق. وكيلقاو الزرواطه وكيلقاو داك الكاغط الحرش. هنا نقلوا هاد السيده للكوميساريه وواجهوها بهاد الادله، وواجهوها بالمنطقه اللي لقاو عندها في الدار اللي هي نفس المنطقه اللي لقاو فيها الجثه ديال البنت، ولقاو عندها السلك الكهربائي ذو اللون الازرق اللي هو نفس اللون ديال السلك اللي تربطات به الجثه، ولقاو عندها زرواطه اللي اكد لهم الطبيب الشرعي بان الضحيه تضربات عده ضربات للراس ديالها، وبانه كان عندها كسر حاد في الجمجمه. ولقاو عندها الكاغط الحرش اللي رجحوا البوليس بانه هو اللي يمكن تقدر تكون مسحات به البصمات ديال البنت. كل هاد الادله واجهوها بها وهي تنهار، واعترفت بانها هي فعلا اللي قتلات هذيك البنت. بعد ما عرفتها عندها علاقه مع واحد الولد، بقات كل مره كتنبهها وكتقول لها فرقي عليك هذاك الولد ولا غادي نصيفطك لداركم بحسب ما كتقول هي. ولكن واحد النهار حصلتها مدخله عندها هذاك الولد للدار، وكتقول بانه في هذيك اللحظه جرات على هذاك الولد، وهنا فكرت انها تقتل هذيك البنت. في الفيلا ديال هاد السيده لقاو البوليس بزاف ديال المصاحف وكتب الدين والسيره، ولكن سولوها شكون كيعيش معك في هاد الدار؟ قالت لهم سيدي لما توفى الزوج ديالي في فرنسا دخلت انا للمغرب وبقيت كنعيش بوحدي في هاد الفيلا. هاد السيده كانت منقبه كيف قلنا، وما كانوا عندها لا ولاد لا والو، كان في العمر ديالها 46 سنه. ولكن لما سولوها البوليس على شكون هو هاد الولد اللي كان كيجي عند هاد البنت، قالت لهم سيدي ما كنعرفوش، بان شافتو شي 3 أو 4 ديال المرات، ولكن من تما ما بقاش عاودت شافتو. ولكن هاد السيده غيتبين بانها متشدده في الدين. هادشي غيكشف عليه قاضي التحقيق بانها عندها نوازع تشدد في الدين. ولكن السؤال المطروح هو انه بما ان هاد السيده اعترفت بانها فعلا هي اللي قتلات هاد البنت وهزاتها في السياره ديالها ورماتها في حي لا جيروند، ولكن واش هي اللي تقدر تكون قتلات هادوك 2 نساء اخرين؟ الجواب هو ان هاد المنقبه كتنكر بانها تكون قتلات شي حد اخر من غير هاد البنت. ولكن المحكمه غتستند للادله الماديه
والتقرير الطبيب الشرعي اللي كيقول بان هاد الضحايا بثلاثه تقتلوا بنفس الطريقه، وهي الضرب على الراس بواسطه عصا خشبيه. وغادا تقدم العداله وغتحكم بتهمه قتل 3 نساء وتحكمات بالسجن المؤبد. وكانت هذه هي جريمه اليوم، جريمه المنقبه القاتله. والى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا الى ختام اسطر هذه المسطره. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.